رحلة هي عن سلامك الداخلي. الحالة النفسية التي تشعر بها الآن هي ذات سلامنا الداخلي، سواء كانت أمان، قلق، تأمل، مهما كانت رحلتك. من 2019 سنة 2019 بديت إنه حسيت إنه عندي هاي القدرة إنه على الكتابة. صراحة مو أول شيء ما بديت بالشعر، أول شيء بديت بهيك خواطر نصوص أدبية عادي، إنه حبيت إنه أحول كلمات الشيء اللي يصير معي بالواقع أحوله لكلمات، وهذا الشيء تقريبا إنه مو صعب بس إنه حلو إنه الشيء اللي يصير معك بأيامك العادية تحوله للكلمات. وحسيت إنه هذا الشيء كتير حلو للبنت، إنه أي بنت كانت إنه تحول واقعها لكلمات تخلي الكل يحس فيه، إنه يحس إنه هذا النص مكتوب له. مثل ما قلت لك إنه أحب إنه أحول واقعي لكلمات، إنه بكرة إنه يطلع لي كتاب باسمي، مو شرط إنه للشهرة أو شيء، بس إنه حابة إنه أحس بشعور العالم. يمكن في إنسان ما يقدر يكتب شعوره أو ما يحب يكتب قصته أو ما حدا بده يعرف هذا الشيء، فحابة إنه أنا أوصل له هذا الشيء اللي هو بده إياه، إنه يعرف إنه خلص في حدا عم يكتب شعوري، حدا عم يحس فيني. مو إنه كتير متفاعلة أنا على الصفحة، بس إنه تقريبا إنه شوي شوي حابة أنزل، بس مو حابة على مواقع التواصل أكون كتير متواجدة. حابة إنه أكون بينات الناس متواجدة، يعني اسمي يكون موجود بين الكل، بس مو على مواقع التواصل أكتر شيء. حابة يكون موجودة بين الناس، يعني بالكتب، بالكتابات، بالمشاركات، المسابقات، أكتر من مواقع التواصل. لا أنا أكيد ماني واصلة للمرحلة إنه لأقول إنه والله كتاباتي إنه عظيمة، بس إنه كمان كبداية إلي كتير مناسبة، كتير عم أشوف إنه تفاعل معي، إنه عم يشعروا إنه بشي اللي أنا عم أكتبه عم يحسوا فيه، إنه ما عم أشوف إنه لا ما عم نحس بشي الكتابة اللي عم تقوليها، لا بالعكس عم أشوف إنه في تفاعل معي. وصح إنه ماني متقنة إنه باللغة أو بالكتابة، إنه والله أقول إنه كتاباتي لازم تصير كتاب وهيك، بس إنه مع الاستمرار أكيد رح يزبط. الكتاب، قراءة الكتب هي إنه قصة، إنه تفوتي فيه، يعني أهم شيء يكون في عندك خيال، فيصير عندك خيال أكتر، قراءتك للكتب يصير أكتر، مثلا بدك تتوسعي وتعرفي إنه مثلا إيش عم يصير معك، تفهمي اللي حواليك أكتر شيء. من قراءة الكتب تفهمي كل شيء بحياتك تفهميه، فكتير حلو إنه القراءة للإنسان، إنه هو شيء كتير منيح، يخليك تفوتي لعالم تاني، يصير عندك آفاق جديدة، خيالك يتوسع، مفرداتك تتوسع، وخاصة الكتابة. يعني صراحة في مشروع ببالي إنه يكون أعمل كتاب للقصص الواقعية، إن شاء الله رح أشتغل على هذا الشيء، بس إنه حابة يكون في كتاب خاص لخواطر والشعر، وكتاب خاص للكتابات، يمكن كمان يكون في روايات، يعني الأيام الجاية الله أعلم. إذا بدك تكتبي مو شرط إنه يكون عندك القدرة الكاملة على الكتابة، لا بالعكس، أهم شيء تكون الفكرة موجودة، أهم شيء أنت الشيء اللي تكتبيه تشعري فيه. فبالعكس أنا إنه أشجع الكل بدون استثناء إنه يكتب، حتى لو كان شيء موقف صغير صار معك بأيامك، إنه تكتبيه يوم مع يوم، هذا الشيء يتطور مع قراءة الكتب، مع المواقف اللي تصير معك. بالعكس لا تخلي الشيء يوقفك، لا تخلي إنه انتقادات أو كلام الناس يوقفك. خلص أنت بداية بخطوة اللي أنت بدك إياه، وأكيد رح تستمري فيها، بس يكون فيها واحد عنده قناعة وإرادة فحتما رح تنجحي. لا تسمعي لكلام أحد، بالعكس الكتابة والقراءة شيء يطور من نفسك ومن المجتمع اللي حواليك كمان. أنت لازم تطوري حالك، مو إنه تستني حدا يطورك. نفسا عميقا وتستمر. علينا التقبل بما نحن فيه الآن. أن تكون مسالم مع نفسك تعني أنك متوازن بحياتك، إنك في راحة بال ولن تعقد الأمور في حياتك، وأن تأخذ بطريقة